لو ما عندكيش فرن وعايزة بقى تعملي العيش الجميل دوّة وعشان أكلات رمضان وفتة رمضان، كل سنة وأنتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بخير، وكمان من غير تعب ولا مجهود العيش هييجي لِك لحد البيت. هاقول لِك بالجرام هيتكلف قد إيه كمان، بس صلوا على النبي حبيبي في التعليقات وقولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. حبايبي قريتنا كلها بتعمل كده، وهقول لكم بقى هيتكلف قد إيه، وكمان بالكيلو برضو هتعملوا قد إيه. بس بالله عليكم حطوا لي بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة واسمعوا الفيديو، يعني جزاكم الله كل خير لو تكرمتم لو 5 دقايق بس، عشان بس اللي بيدخل وبيطلع على طول طبعا بتوقعوا الفيديو، نسبة المشاهدة بتبقى نازلة خالص، فده طبعا غلط على الفيديو، انتوا بتوقعوا الفيديو وبتوقعوا كمان القناة. فجزاكم الله كل خير اللي يدخل على الفيديو يسمع بس كده 4-5 دقايق، وجبر الله خواطركم جميعا. شايفين بقى العيش بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. طبعا هقول لكم برضو على رقم التليفون عشان اللي عايز يتواصل معاه. طبعًا إحنا هنا في قريتنا كُلّه بيعمل كده، مش الكل طبعًا، اللي هو مكسل يخبز بقى طبعًا العيش ده بيبقى عايز تصحي له من بدري، وكمان تكوني مجهزة الخشب والفرن يكون عندِك في البيت، وطبعًا في ناس كتير ما عندهاش الفرن دوّة عشان الفرن الفلاحي عشان يعملوا العيش ده، فطبعًا إحنا تواصلنا مع اسمه المعلم هيثم، وهاقول لكم برضه على الرقم بتاعه عشان اللي عايز يتواصل. تعالوا بقى نشوف المقدار وبنشوف كمان بيتكلف قد إيه. لو هتعملي 8 كيلو غلة يبقى تودّي نصهم ذرة، 4 كيلو ذرة، والفينو بقى أو الدقيق المخبوزات ده زي ما أنتِ عايزة، دي ال7 سنابل أو المخبوزات أو الدقيق الفينو طبعًا كل بلد ولها زي ما بتقول، فبنودّي الفينو زي ما أنتِ عايزة بتحطّي فينو، لكن أهم حاجة المقدار بيبقى الذرة نُص الغلة. بالنسبة بقى للكيلو، الكيلو بيتكلف 12 جنيه. لو هتودّي بقى 8 كيلو غلة و4 ذرة كده 12، وهتحط بقى كمان عليهم 5 فينو، يبقى كده اللهم صل على سيدنا محمد 17، تضربي بقى 17 كيلو في 12 جنيه. طبعًا ولا رُحتِ ولا جيتِ وناس أمينة، ناس نضيفة، طبعًا هُم عندهم فرن وعندهم خبازين وعندهم المكان، فهُم بيعملوا واخدينه بقى زي مشروع أو واخدينه يعني بيسترزقوا منه، ربنا يوسّع عليهم ويرزق الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. وطبعًا بيجيبوا العيش زي ما أنتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، العيش حلو أهوّة، بس طبعًا أنا بافرّده تاني علشان هُم كانوا عاملين كمية لنا ولجيراننا لقرايبنا وكده، فطبعًا العيش خابزينه يوم واحد، فهُم جايبينه بقى يا دوبك برضه هننشّره برضه شوية. تفرشي بقى كده فرشة الملاية وبافرّد بقى العيش، طبعًا بافرده وتاني يوم باجي بقى باعمل إيه، باشيل يعني ده كده أول ما آجي باحط بقى أول ما ييجي باحط كل رغيفين على بعض أو كل 3 على بعض، ده كده أول ما ييجي أهو، طبعًا تاني يوم بقى هنشوف هنسيبه يوم كامل ينشف. نسيبه بقى طبعًا الجو هوا وتفتحي بقى الشباك وكده، طبعًا مش تحطيه في الشمس، لأن لو حطيتيه في الشمس طعمه هيتغيّر. في البيت كده من جوّه، في صالة، في حاجة أوضة تكون يعني ما لهاش لازمة كده عندِك أو مكان يعني للخزين، تفرشي بقى كده الملاية النضيفة ديّة وتحطّي عليه العيش، ده كده تاني يوم. هالِمّه بقى إزاي، باخد كل رغيف من فوق الوش، بيبقى نشف، تاخدوا الرغيف اللي فوق بس، أمّا اللي تحت بتسيبوه، تحطّوا بقى الوش على الوش والضهر على الضهر، ده كده تاني يوم بعد ما سِبته يوم كامل نشف، باخد كل رغيف فوق الوش، وباسيب اللي تحت، ألِمّه بقى تاني على بعضه. شايفين بقى العيش بسم الله ما شاء الله، يعني أنتِ لو بتحضّري الغدا ولسه جوزِك جاي من الشغل أو أولادِك وأنتِ اتأخرتِ عن تحضير الغدا، بتجيبي طبق الجبنة وياخدوا بقى لقمة عيش من ديّة وياكلوا بيها تصبيرة يعني كده عامة تحضّري الأكل. هتحتاجي بقى فتة والّا حاجة برضه العيش ده بيبقى جميل في الفتة. تاخديه بقى أهوّة وبعد ما لميته على بعض باغطّيه واسيبه بقى كده تحطّيه في أوضة، في رُكن بقى في أوضة، لو عندِك بس أهم حاجة بعيد عن المطبخ، عشان طبعًا بخار المطبخ والرطوبة ما ينفعش، مكان يكون جيد التهوية وتسيبي بقى كده العيش بتاعِك بيدنّوا بالشهور زي ما أنتم شايفين كده.
تعالوا بقى كده حبايبي، غدانا النهارده هناكل رنج. طبعا كل ما الواحد ما يجيلوش نفس الاكل كده بندور على الاكلات اللي هي بتبقى الملوحه والحاجات دي بتفتح النفس. اشيل بقى الراس واشيل برضو اي حاجات بقى الزوايد دي بشيل. طبعا ممكن تسيب الرنجة زي ما هي كامله كده وممكن تقطعيها، فانا هقطعها قطع صغيره عشان تبقى سهله كده في الاكل على طول. لان طبعا انا لو ما عملتش كده ولا جوزي ولا اولادي بيمد ايدهم على الرنج، فلازم بقى كده اشيل الشوك اللي فيها وانضفها تنظيف تمام كده من اي شوك فيها، وبعد كده اعصر عليها ليمون واقطعها كمان قطع صغيره. داخلين بقى حبايبي على غدوة الحبايب، جهزوا بقى الفسيخ وجهزوا الرنجة، وكل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بخير، اللهم آمين يا رب العالمين. لأن طبعا الحاجات دي بتبقى غدوة الحبايب ليه؟ علشان لما بيجي رمضان طبعا الحاجات دي ما بناكلهاش خالص طول شهر رمضان، علشان طبعا بتعطش، فبيبقى يعني آخر يوم في شعبان بتبقى الناس أو قبلها بكام يوم كده بيتجمعوا ويعملوا غدوة الحبايب. حبايبي هقول لكم برضو على الرقم بتاع العيش، أنا كتبت لكم في أول الفيديو بس هقوله تاني عشان اللي ما خدش باله: 011 49 76 0899. ده كده رقم المعلم هيثم بتاع العيش اللي عايز يتواصل معاه. وطبعا كمان نسيت اقول لكم ان هو بياخد الدقيق وبعد كده بيجيبوا لك عيش، يعني مش هتروحي ولا هتيجي، عشان طبعا ما حدش يشيل هم هنودي الدقيق ازاي او هيجيب العيش ازاي، لا هو بياخد الدقيق بيجي ياخده منك من البيت وبعد كده بيجيبوا لك عيش. يعني حاجه والله جميله ولا تعب ولا اي حاجه، وبقول لك يعني ما حدش طبعا امينه وناس حلوه، ان هم طبعا ليه سمعتهم كويسه والناس كلها متبعاهم. وطبعا قلت برضو اعرفكم عشان اللي عايز برضو يعمل العيش دوت لاولاد. هنا يا حبايبي هو بقطع الرنجه وكمان هحمر بطاطس والحاجات بقى الخضراء والبصل والخيار والحاجات اللي هي طبعا لوازم تبقى جنب الملوحه دي. وطبعا اللي قبل ده وده بنكون حاطين براد الشاي واحنا كده بناكل، دي طبعا عادات المصريين وطبعا لا غنى عنها. الشاي ده هو اللي بيظبط دماغنا، رغم ان هو بيعلي الضغط وبيرفع الضغط برضو، بس لازم الشاي. ساعتنا 6:21. صباح الخير يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. صلى الله عليه الصلاة والسلام. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وده كان فيديو معاكم النهارده يا حبايبي، يا رب يكون عجبكم ويكون لرضاكم. وزي ما قلت لكم فيديو بسيط بس حبيت بس اعرفكم بالعيش، واللي عايز بقى يخبز عيش ولا ما عندكيش فرن ولا تعملي هم اي حاجه ابدا. وطبعا يعني زي ما قلت لكم انا تعبانه شويه وضغط مرتفع، فقلت برضو مش هقدر اقف واعمل اكل وكده، جبت برضو الرنجة النهاردة وفيديو بسيط. يعني بالله عليكم بقى شجعوني في الفيديو كده وفرحوني باللايك والاشتراك، وفي رعاية الله حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بخير وربنا يبلغكم رمضان جميعا لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.